هلو يا جماعة، أنا باحثة في الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه في صناعة السياحة، لكن رحلتي بدأت من مكان بعيد جدا عن المعامل والأبحاث والمكتبات. بدأت موظفة حجز في السياحة، اشتغلت كول سنتر واشتغلت سيلز عقارات. كنت بشتغل علشان أعيش، مش علشان أحقق شغف. بس رغم ده كله كان دايما في سؤال بيزن جوايا: هو أنا مين؟ وليه بعمل اللي بعمله ده؟ وقتها بس قررت أرجع للدراسة. عملت ماجستير عن الحوسبة السحابية في صناعة السياحة، ودلوقتي بعمل دكتوراه عن الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات التسويق، ومشيت خطوات كتيرة جدا كانت نتيجتها إني دلوقتي محاضر في الكلية وبشتغل كفريلانسر في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي. بس رغم كل ده كنت لسه مش لاقية نفسي. بدأت ألاحظ إن الرحلة مش دايما في الشهادات أو الألقاب. بدأت أدرس مش بس العلم، بدأت أدرس نفسي. الوعي الذاتي بقى جزء من كل حاجة بعملها في يومي. بقيت شايفة إن العلم الحقيقي هو اللي بيوصل بين الإنسان والتكنولوجيا، مش بس كخبيرة أو باحثة، لكن كحد بيعرف يحكي قصص ويسمع غيره ويشارك كمان من قلبه. أنا هنا علشان أشارك رحلتي معاكم، رحلة فيها علم وفيها روح وفيها توهم وفيها إعادة اكتشاف للنفس من أول وجديد. ولو أنت كمان بتحاول تلاقي نفسك وسط الزحمة، تابعني يمكن نلاقيها سوا. أنا مارينا ظريف، باحثة، صانعة محتوى، وإنسانة بتحاول.